السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه ام جنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. لقيتكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غندير معكم الطواجين. عندي هنايا طاجين درت فيه واحد البصله صغيره وواحد شويه ديال الثومه، وغادي ندير فيه هنايا خيطات ديال الدجاج، وغادي ندير العطريه ديالي. غادي ندير معلقه ديال السكينجبير ومعلقه ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه. صافي غادي نحطو هاد الطاجين يتشحر وغادي نتلاقاو البنات. الدجاج هنا تقلى ليا البنات، شوفوا تقلى مزيان. قلت لك غير الميه ديال ديك البصيره اللي درت فيه الاولى. دابا غادي نزيد عليه، حيت غندير غير البصله و شي حاجه حلوه، رقوق ولا زبيب. المهم هنا غادي نزيد هاد البصيله صافي، وغنخليه حتى طيح البصله مزيان، ونسد عليه ونخليه يطيب. تيقرب يطيب غادي نزيد فيه الزبيب وداكشي اللي غادي نزيد. المهم نشوف شنو عندي في الثلاجه البنات. هنايا البصله غندخل فيها الطياب. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الزبيب، هنايا نديرو في الوسط. غسلته رطبته في الماء شي شويه، وغنزيد واحد البريقيقات بحال هكذايا. المهم غير هكا شي حاجه ديال البرقوق، شي حاجه خفيفه. وصافي غندير عليهم واحد شويه ديال القرفه، وصافي نخلي الطاجين ديالي يطيب. ومن يطيب غادي نتلاقاو باش نشوفوا في الشكل النهائي البنات. ضروري ندردروا عليه قريفه البنات. شوفوا البنات الطاجين ديالي كيطيب كيجي معلك مع دوك الفخيضات ديال الدجاج. يا سلام يا سلام يا سلام، راه ما درتش فيه قطره ديال الماء البنات، غير البصيله اللي شحرت فيها وديك البصله اللي زدت للطاجين هي فاش طاب، يعني ما زدت حتى قطره الماء. كيجي بهذا الشكل هذا. شوفوا بداوي. وهنايا عشان خبيز ديال الدار بالقمح الكامل. شوفوا البنات، خبز الدار بصراحه لا يعلى عليه. البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد مني، وبالصحه والراحه.